شوية فهلاوة، شوية مفهومية. الجوابات بتاعتها ما تتسابش في البيت. الحريم تملي ايديهم تنكش وتبعبش. قصدك يعني انهم وقعوا في ايد ثانيه مراتي؟ ابن حلال. واظن افتكرت ان ميمي بعت الجوابات دي ليا انا. لا، بعتهم لنا، بعتهم لابويا. اما حته فصل بايخ، فصل زي وشك. لكن الحكايه مش كده ابدا، مش زي ما انت فاكر يا معلم. مستعوضين. ايوه يا معلم. مرافعة اللي انت هتقولها لي دي ابقى قولها لمراتك وحماتك واخت مراتك وباقي هيئة المحكمة اللي مستنينك في البيت. في البيت؟ هي حماتي عندي في البيت؟ مراتك اول ما قرت الجوابات وشافت التساوير بعتت جابت الفاموليا كلها بربطة المعلم. يا دي الداهية. وان كنت بقى عاوز نصوحة كده لوجه الله، ما تهوبش الليلة دي ناحية البيت بتاتا. اسمع كلامي، ماذا وإلا ايه؟ وإلا تاخد معاك حنوتي من باب الاستحياء. هو الحانوت هيلحق منه حاجة؟ ده انا هقطعه حتت. مين؟ ثانية؟ ايوه ثانية يا عوضين. هتروح مني فين؟ جالك كلام يا حدق؟ انا في عرضك يا برعي، الحقني. ولا 50 برعة هيخلصوك من ايدي. هتروح مني فين؟ يا جتتي، يا دماغي، كل حتة في جسمي بتوجعني يا اخواتي. الله، انا فين؟ ايه اللي جابني هنا؟ يا خبر، اكونش توفيت. لكن لا، انا صاحي. امال جيت في الاوضه دي ازاي؟ الله، دي مستشفى. هي دي اوضه وسط عوضين؟ مين؟ انت صحيت عوضين؟ المعلم برعي، تعال الحقني، تعال يا اخويا. انا فين؟ الحمد لله على سلامتك قبل كل حاجه. انا مش فاهم ايه اللي حصل لي، بس حاسس اني متخرشم خالص. جرى لي ايه يا معلم؟ حادثه تصادم، لكن الحمد لله جت سليمه. اتصدمت بالتاكسي؟ لا، اتصدمت بمراتك وحماتك وشركاهم. حماتي ومراتي؟ ازاي؟ انا عارف بقى، ما قلت لك ما تروحش البيت، ما سمعتش كلامي. ايوه، افتكرت. لكن ازاي حصلت ان انا جيت هنا؟ الازعاف شالتك من البيت جابتك على هنا. ايوه، انا فاكر حاجه زي كده. لكن ليه مراتي واهلها يعملوا فيا كده؟ ليهم حق يا اخي. الله، ايوه، واحده ست تلاقي مع جوزها جوابات وتساوير رومانتيكاوي لازم تعمل كده واكتر من كده كمان. ايوه، جوابات مين وصورها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا سلام على ظلم البني ادم للبني ادم. لكن انت عاوز الجد. عايز تقول ايه انت راخر يا معلم؟ البت ميمي دي تستاهل ان الواحد ياخد عشانها 60 علقه زي اللي انت كراها. انت كمان يا معلم مش مصدقني؟ انا مش حكيت لك حكايه الصور دي والجوابات وفهمتك انها كانت بعتهم لواحد تلميذ فسدان وكان بيهددها بيهم؟ اي نعم، لكن برضو الحكايه دي مش راضيه تخش في دماغ عوضين. الله، حتى انت يا معلم بروتس. اصل حكايتك دي لا مؤاخذه مش راكبه على بعضيها. لكن دي الحقيقه. ايه اللي واحد بيهدد واحده بجواباتها وقبل منها كان عاوز ياخدها شقته وانت اتدخلت في الموضوع ورحت القسم وجت هي خلصتك؟ كلام كده ملوش طعم، زي حكايات السيمه الهايفه. والله العظيم ده اللي حصل. ما هو مش معقول يا اسطى عوضين اللي خلى مراتك واهلها ما صدقوش الحكايه. عاوزنا نصدقها هنا ليه؟ يا غلبك الازلي يا عوضين اللي ما حد راضي يصدقك. طب بذمتك وانا راضي ذمتك، لما حكيت الحكايه دي لمراتك قالت لك ايه؟ انا لحقت احكي ولا افتح بقي؟ امال حصل ايه؟ انا يا دوبك بقول سلام عليكم وابص الاقي الضرب نازل عليا زي المطر. اللي ماسك لي في ايده مقشه، واللي ماسكه لي شومه، واللي مسلحه بفرده قباب توزن 3 كيلو. وقعت على الارض سطيحه زي القتيل واغمى عليا. وبعدين ايه اللي حصل بعدين؟ انا عارف. يعني انت لسه موجوع قوي يا معلم. معلش، انا من شويه كنت بتكلم مع الدكتور، قال لي انك لازم تقعد هنا كمان 2-3. واجيب فلوس منين بس يا اخواتي؟ فلوس اندفعت خلاص، ما تقولش هم. جزاك الله خير يا معلم، كتر الف خير. يا راجل ما تقولش كده، ده انت اخويا. الله يسترك. لكن ما قلتش يا معلم. اقول ايه؟ مراتي عملت ايه؟ لمت هدومها وراحت على بيت اخوها الحاج بيوم. والجوابات والصور؟ مستحفظه عليهم طبعا.
دول زي ما بيقولوا بتوع القانون جتة الجريمة. جتة الجريمة. قصدك جسم الجريمة. صح، تمام كده اهو. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي الحكاية اتطربقت أكتر وأكتر. طربقت ازاي؟ أقول إيه للمسكينة ميمي؟ أقول لها إيه لما تطالبني بجواباتها؟ طب وهي دي مشكلة؟ أمال أتصرف إزاي معاها يا معلم؟ هي شغلانة، خليها تكتب لك غيرهم. يا معلم صدق وآمن، البنت دي مفيش بيني وبينها أي علاقة، دي تلميذة صغيرة قد بنتي. مش معقول حد يبيها الدنيا علشان تبص لواحد زي حالاتي. يمكن نفسها حلوة ولا بتحب الرمرامة، كل شيء جايز. مفيش فايدة. هقول إيه؟ أصل الحكاية مكشوفة أوي يا عوضين. مكشوفة؟ أنت شايف كده؟ أنا وغيري بقول لك مكشوفة، ما تسمع الكلام بقى. طيب خلاص، مكشوفة مكشوفة، أمر لله. المهم بقى تشد حيلك عشان تخرج وتشوف شغلك. على الله. وكمان عاوز قبل ما امشي اقول لك كلمتين كده بالصريح. اتفضل يا معلم. حكاية ميمي دي نصوحة لله، سيبك منها خالص. عيب، ما يصحش، انت راجل متجوز وعندك بيت، والبيت اولى بكل قرش. تمام ولا لم تمام؟ تمام يا معلم. ولا الكلام ده غلط؟ لا يا معلم، كلامك صح وعلى العين والراس. حاجات دي لا مؤاخذة للشبان الطايشين، مش لينا احنا. ولا مش معقول؟ معقول يا معلم. ايه انت بتاخدني على قد عقلي؟ ان جيت للحق بقى هو كده، ما دمت مش عاوز تصدقني. لسه هتسرح بيا تاني؟ لا مفيش لزوم. اي والله، هسيبك انا دلوقتي عشان ورايا شغل الدنيا. مع السلامة. ان عوزت ايها حاجة انا في الخدمة. تشكر يا معلم. قطيعة تقطع الأتوبيسات ونهار ما اخترعوها. رجليا وقعت وأنا مستنية على المحطة ساعة ونص، لا عارفة أركب ولا زاحم. أمشي بقى وأمر لله. تعالي يا حاجة. أنت بتكلمني يا ابني؟ اتفضلي اركبي اوصلك، اصلك ماشية في سكتي. لكن أنا مش عايزة أركب تاكسي. ما تخافيش، مش هدفعك حاجة. أمال هتوصلني ببلاش؟ ايوه بلاش، اصل شايفك تعبانه ومش قادره تمشي. باين عليك ابن حلال، والنبي يا ابني ما انا قادره اصلي بطولي. ساعه ونص واقفه على قدمي في محطه الاتوبيس. واخد بالي. ايه كنت واخد بالك مني صحيح؟ ايوه اصل واقف في الموقف من مده. باين عليك شقي قوي. شويه. قول لي قبل، انت متجوز؟ ايوه للاسف. وناوي تطلق مراتك؟ اعوذ بالله، واطلقها ليه؟ تبقى بقى بتحبها؟ الله طبعا بحبها، لكن لزومه ايه التحقيق ده؟ عشان اوقعك في الكلام. توقعيني في الكلام ليه؟ عايزه اشوف نيتك الوحشه يا راجل يا دون يا ابو عين زايغه. الله 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 الله، ايه ده يا ست انت ده؟ ايوه اختشي على دمك شويه. الله انت اتجننتي يا ست انت، انا عملت لك حاجه؟ يوجتك واكسه من دون السواقين. لما متجوز وبتحب مراتك واقف تبص لي وتلمح لي من الموقف ليه؟ انا ولما